الأستاذ سين مسك خاتم التسبيح بتاعه وقعد يكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين قعد يكرر سورة الفلق 100 مرة. والأستاذ صاد مسك خاتم التسبيح بتاعه وقعد يقول بهدوء لا حول ولا قوة إلا بالله، قالها بلسانه وقلبه حاضر وخاشع ومتيقن إن ربنا هو اللي هيمده بالقوة عشان يقدر يطبق البرنامج العلاجي بتاعه. وقرأ سورة الفلق وهو فاهم تفسير كل كلمة فيها. مين هيخف أسرع؟ سين ولا صاد؟ الشفاء بإذن الله، لكن اللي هيخف أسرع بالتجربة هو صاد، لأن هو شغل كل جوارحه في تطبيق البرنامج العلاجي بتاعه. يبقى القاعدة: عايز تخف بسرعة تدبر ما تقول.